زيزو يشعل المنافسة مع دغموم لاعب المصري البورسعيدي بعد تسجيل كل منهم هدفين وصناعة هدفين في أول جولتين من عمر الدوري المصري. ريبيرو يشيد بشكل كبير بزيزو ومحمد علي بن رمضان وبن شرقي أمام كل زملائهم بعد مباراة فاركو بعد تقديم الثلاثي مباراة مميزة. إشادة كبيرة وواسعة من قبل الجماهير الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي بمستوى زيزو أمام فاركو وتسجيله أول أهدافه بقمصان الفريق، ومطالب من البعض بعودة الشناوي للمشاركة أساسيا بسبب استمرار أخطاء مصطفى شوبير للمباراة الثانية على التوالي. ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي يرفض في المؤتمر الصحفي الحديث عن خطأ مصطفى شوبير في كرة هدف فاركو، ويكتفي بالتأكيد على سعادته بامتلاك حراس كبار في هذا المركز وسعادته بتحقيق الفريق الفوز، ويؤكد أن مشاركة ديانجو وبن شرقي اليوم بشكل أساسي ليس لها أي علاقة بما حدث على مواقع السوشيال ميديا، وأنه مقتنع جدا بالثنائي. ويؤكد أن أكثر ما أثار استياءه اليوم هو حدوث نوع من التراخي من اللاعبين بعد الهدف الثالث. إكرام الشحاتي يدافع عن مصطفى شوبير ويرفض توجيه اللوم للاعب بعد مباراة فاركو، ويؤكد أن أي حارس مرمى وارد أن يخطئ مثل هذه الأخطاء، وأنه يتمنى ألا يتصيد البعض الأخطاء للاعب. مصدر بالأهلي يؤكد أن عماد النحاس ومدرب حراس المرمى تحدثوا مع مصطفى شوبير بعد مباراة فاركو، وأكدوا للاعب على ضرورة تحرير نفسه من الضغوط التي يضعها على نفسه، خصوصا أنها هي السبب في هذا الخطأ الساذج الذي ارتكبه اليوم، وأنه لابد أن يتلاشى هذه الأخطاء مستقبلا. موقع سوفا سكور العالمي يمنح زيزو أفضل تقييم في مباراة الأهلي وفاركو بعد تألقه وتسجيله ثنائية مميزة، ويمنح محمد هاني تاني أفضل تقييم بالمباراة بعد صناعة هدفين في اللقاء وظهوره بمستوى مميز، ويمنح مصطفى شوبير التقييم الأسوأ بين لاعبي الأهلي بسبب الخطأ الذي ارتكبه في هدف فاركو. المريض النفسي بالأهلي خالد فطوطة يحاول التقليل من ثنائية زيزو في فاركو، ويؤكد أن المباراة كانت سهلة وأمام فريق من الممكن أن يخسر بسباعية بشكل عادي، وأنه من السهل جدا أن يسجل أي لاعب أهداف في هذه المباريات السهلة، واللاعب الكبير بيبان في المباريات الكبيرة فقط. محمد هاني يصل للأسيست الثاني في بطولة الدوري هذا الموسم بعد صناعة هدف لشريف وآخر لجراديشار في رباعية الأهلي في مرمى فاركو، وانتقادات كبيرة جدا لمحمد معروف من الجماهير الحمراء بسبب طرده للاعب في نهاية المباراة، وهو ما سيجعل الفريق يفتقده أمام غزل المحلة في المباراة القادمة. الأهلي يستقر بشكل كبير على شكوى محمد معروف حكم مباراة الفريق أمام فاركو لاتحاد الكورة. قناة النادي الأهلي تهاجم بشدة محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو بسبب طرد محمد هاني وإنذار أليو ديانج، وتؤكد أن الأهلي كان متقدم في النتيجة ب4 أهداف وليس هناك أي داعي لإضاعة الوقت من قبل هاني، واللاعب كان في وسط الملعب وفضل الخروج من الجهة الأخرى من الملعب، وكان مسرع ولا يسير ببطء، وطرده يؤكد أن هناك تحامل تحكيمي على الأهلي ولا يجب أن يمر مرور الكرام. إبراهيم المنيس الإعلامي بقناة النادي الأهلي ينتقد بشدة محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو بسبب إنذار أليو ديانج وطرد محمد هاني، وكذلك الإنذارات الكثيرة التي تمنح للاعبين منذ بداية الدوري من باقي الحكام، ويتساءل هل الأمر له علاقة بما تحصله لجنة الحكام من أرباح من الإنذارات، خصوصا أن اللائحة تنص على حصول اللجنة على الغرامات المالية التي تفرض على كل لاعب يحصل على إنذار أو كارت أحمر. توفيق السيد الخبير التحكيمي يؤكد أن محمد هاني لم يكن يستحق الطرد في مباراة فاركو إلا لو كان تلفظ اللاعب بلفظ خارج ضد الحكم. محمد هاني ينفي كل ما يصار حول تلفظه بأي ألفاظ خارجة ضد حكم المباراة محمد معروف. محمد هاني يحصل على إشادة خاصة من حازم إمام وشريف عبد المنعم وأكثر من محلل آخر بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب أمام فاركو، وحازم إمام يؤكد أنه قدم مباراة جيدة جدا وقام بإرسال أكثر من كرة عرضية مميزة اليوم بخلاف الكرة التي سجلها محمد شريف، وكان له دور جيد جدا على المستوى الهجومي والدفاعي في المواجهة. شريف عبد المنعم يشيد بشكل كبير بمحمد علي بن رمضان ويؤكد أنه واحد من أفضل اللاعبين في المواجهة اليوم، وكان الجندي المجهول في المباراة هو وأليو ديانج الذي قدم مستوى مميز جدا وأحرج ريبيرو بتفانيه في الملعب، والذي كان يمنح زملائه ثقة كبيرة في التقدم للأمام. وليد صلاح الدين يلوم على محمد هاني ومصطفى شوبير ويؤكد أن الثنائي يتحملون نسبة كبيرة من الخطأ في كرة هدف فاركو، ولكن الثنائي لاعبين كبار والحمد لله أن الخطأ جاء في مباراة الفريق حاسمها، والأهم هو التعلم من هذا الخطأ، لأن هذه الأخطاء لو في مباريات كبيرة لن تكون مقبولة تماما. لكنه في الوقت نفسه يؤكد أن كرة الهدف كان بها ارتداد بطيء جدا للدفاع من لاعبي الهجوم، ولا يمكن تحميل الثنائي الأول الخطأ فقط لأن الخطأ جماعي. ويشيد بشكل كبير بأشرف بن شرقي ويؤكد أنه لاعب كواليتي مختلف ويصنع الفارق من أقل الفرص. حازم إمام يتغنى بمستوى أشرف بن شرقي وزيزو بعد مباراة فاركو ويؤكد أن الثنائي ظهروا بمستوى مميز جدا،
واللاعب المغربي واحد من أفضل وينجات النادي الأهلي، وصناعة الهدف الثالث بكل سهولة يؤكد ذلك. ويؤكد أيضا أن الأحمر تطور كثيرا على المستوى الهجومي عن المباراة الأولى، لكن على المستوى الدفاعي هناك بعض الدفوهات الغير مقبولة، لأن زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وبن رمضان لا يؤدون الواجبات الدفاعية كما يجب أن يكون. وياسين مرعي اليوم ارتكب نفس خطأ مصطفى شوبير في المباراة الماضية، وهو ما أدى إلى استقبال الفريق هدف، وأنه لابد على اللاعبين أن يكونوا أذكياء، وطالما زميله مضغوط عليه ألا يمرر له الكرة، ومن الأفضل لعب طولية. ولا يليق أبدا بفريق كبير مثل الأهلي استقبال 3 أهداف في أول مباراتين بالدوري فقط. نادي النصر السعودي يعلن ضم كومان لاعب بايرن لتدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد. غضب كبير جدا يسيطر على أحمد دياب ومسؤول رابطة الأندية بسبب تصريحات عدل القاع الأخيرة وتوجيه التهمات للرابطة بالتواطؤ مع بيراميدز في قضية دور الموسم الماضي، وإخفائهم بعض الأوراق المهمة في القضية. والرابطة تؤكد أنها لا تعرف السر وراء تلك التصريحات، خصوصا أن الرابطة تقف على مسافة واحدة من الجميع. وأعلنت الأهلي بطلا لدور الموسم الماضي بشكل صريح، وكل ما أرسلته للفيفا كان في صالح الأحمر، وأنه لا يصح أن تقوم قناة النادي الرسمية بتصدير صورة عن عملها في الخفاء مع بيراميدز، وخصوصا أنه من السهل جدا أن يعرف الأهلي ذلك إذا حدث. بعدما تحدث أكثر من موقع وأكثر من صحفي في مصر عن استهدافهم التعاقد مع أليو ديانج في الصيف الجاري، نادي نيوم السعودي يعلن تعاقده مع اللاعب المالي عبد الله دكوري ليحرج كل من تحدث عن إمكانية تعاقدهم مع أليو ديانج. اتجاه كبير في الأهلي لوضع برنامج بدني خاص بأحمال معينة لياسر إبراهيم بعد عودته من الإصابة بسبب إصابات اللاعب المتكررة. أحمد شوبير يقرر اتخاذ إجراءات قضائية ضد بعض الصحفيين الذين ينتمون لنادي الزمالك بسبب وصفه بسرطان الرياضة المصرية وتحريض الجماهير ضده عبر صفحاتهم. فييرا يستبعد الأنجولي شيكو بانزا والتونسي سيف الجزيري من قائمة نادي الزمالك لمباراة المقاولون العرب غدا، ويضم البرازيل إخوان 2000 جناح الزمالك الجديد للقائمة. في ضربة قوية للدراويش، نادي الإسماعيلي يعلن غياب مروان حمدي عن الفريق لمدة شهر بعد إصابته بكسر في القدم. نادي الخلود السعودي يفسخ عقد موليكا بعد شرائه نهائيا الفترة الأخيرة من بشكتاش التركي إجباريا بسبب الاتفاق السابق بين الناديين، واللاعب يدرس العودة للدوري التركي مجددا من بوابة أحد الأندية هناك. محمد صلاح يواصل تألقه في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي مع ليفربول ويسجل هدفه العاشر. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وأتمنى تشاركنا برأيك وتقول لنا شايف من وجهة نظرك النهاردة مين تاني أحسن لاعب في المباراة بعد زيزو. هستنى رأيكم واشوفكم على خير في حلقة جديدة.